تعرف ان قلة الامان في انجلترا ممكن تتسبب في رحيل نجوم الدوري الانجليزي، لان كل فترة بنلاقي خبر جديد عن سرقة منزل لاعب وكل محتوياته، واخر الضحايا كان روبن دياز مدافع مانشستر سيتي اللي اتسرق من بيته ساعات فاخرة ومجوهرات وحاجات بتقدر ب1.5 مليون يورو، وده بسبب انه ما كانش في البيت لانه كان بيتفرج على ماتش فريقه مع جالاتا سراي، وصديقته كمان ما كانتش موجودة لانها كانت بتصور برنامج تلفزيوني. المصادر بتقول ان اللي سرق بيت دياز هو نفس الشخص اللي سرق بيوت نجوم كتيرة زي إيزاك وجريليش وإليوت وناس تانية كتير، لأنهم اكتشفوا إن معظم اللعيبة بيتعاملوا مع نفس الحلاق ونفس بتاع السيارات ونفس كل حاجة في الاستخدام اليومي للعيبة دي، وده خلاهم يعتقدوا إن في ما بينهم شخص خاين عارف تحركاتهم كويس جدا وبيستغل ده وبيسرقهم. بس للعلم الفترة الأخيرة يا صديقي في خلل أمني في إنجلترا، والإنجليز بيتهموا الشرطة بالتقصير في عملهم، لدرجة إن الفنان المعروف توم كروز قرر إن هو يبيع بيته اللي موجود في أرقى مناطق لندن لأنه مش بيشعر بالأمان ورجع أمريكا تاني. فتفتكر مع تكرار السرقة اللعيبة هتعمل زي توم كروز وتسيب إنجلترا خالص؟